انك تشتغل ريموتلي من البيت في شركه كبيره دي من احسن القرارات اللي ممكن تاخدها في حياتك، خصوصا لو انت طالب مثلا او انت ساكن في مكان بعيد عن القاهره او مش مبسوط في شغلك الحالي او اي حاجه. ازاي تلاقي شغل ريموتلي؟ ايه مميزات وعيوب الموضوع دوت؟ هو ده موضوع حلقه النهارده. في شركات كتير بتحتاج انها تهاير موظفين من دول مختلفة في العالم، وبيبقوا شايفين ان كل واحد من دول يشتغل من بيته احسن عشان الشركة ما تتكلفش مصاريف نقله سفره كل حاجة من الكلام دوت كله. فده بيبقى حاجة حلوة جدا للشركة، وانت برضو كديفلوبر ممكن تبقى حاجة حلوة جدا ليك ان انت تشتغل من البيت. لو انت مثلا ساكن في محافظة بعيدة او الدنيا زحمة وانت ما بتحبش الزحمة، او انت عايز تشتغل بارت تايم جنب شغلك الاساسي او اي حاجة من الكلام دوت كله. حلو. ازاي بقى لو انا قررت خلاص ان انا هشتغل ريموتلي الاقي شغل ريموتلي؟ في مواقع كتير جدا جدا بتقدم السيرفيس دي وكلها حلوه جدا. في مثلا موقع اسمه وي ورك ريموتلي. وي ورك ريموتلي ده بتكتب weworkremotely.com، بتدخل هنا تبدا تشوف ايه الكاتيجوري اللي انت عايز تتكلم عليها او انت عايز تسيرش عليها فوق كده، زي مثلا بروجرامينج. هيبدا بقى يجيب لك كل الوظائف اللي موجوده في البروجرامينج، يعني زي مثلا في فول ستاك اهو، في مثلا نود وانجلر اهو، في انجلر تاني اهو، في رياكت، في كل الكلام بقى اللي انتوا شايفينه دوت، جافا سكريبت فول ستاك، سينيور سوفت وير فول ستاك، كل دوت شغل. الفكره ببساطه جدا ان انت هتدوس على اي شغلانه من دول وهتبدا بقى تشوف البروسيس اللي هم يمشوا عليه. ادي ريكويرمنتس بتاع الشغل، هم محتاجين منك ايه بالظبط وايه البروسيس اللي انت هتعملها علشان تشتغل الشغلانه دي. في موقع تاني حلو جدا اسمه ريموت اوكي. ريموت اوكي ده من احسن المواقع، وفي مصريين كتير جدا اشتغلوا من عليه. الفكره ببساطه جدا ان انت هتيجي هنا وهتبدا تسيرش على الشغلانه اللي انت عايزها، وليكن مثلا فرونت اند، وتدوس انتر. فرونت اند ده هيبدا بقى، او الويب سايت دوت هيبدا بقى يسيرش لك على كل الحاجات اللي فرونت اند، ادي كل ده فرونت اند فرونت اند وهكذا، رياكت انجلر فرونت اند جافا سكريبت، كل الريكويرمنتس اللي انت شايفها. حلو. في حاجه تانية اسمها جوب اسبريسو، ده لطيف جدا جدا، نفس الفكره بالظبط. وفي مواقع كتير جدا غيرهم بيعملوا نفس الفكره بالظبط. طيب ايه بقى مزايا وعيوب الموضوع دوت؟ تعال الاول نتكلم في المزايا. من مزايا الشغل ريموتلي ان انت بتشتغل من اي مكان، سواء في البيت، في كووركينج سبيس، على القهوه، في الساحل، وانت مسافر في اي مكان في الدنيا. فدي حاجه كويسه جدا. الحاجه التانية ان انت بتوفر وقت ومجهود وفلوس كتير جدا اللي احنا بنعملها في المواصلات. فانت يعني عندك ساعتين مثلا في المواصلات رايح جاي للشغل، انت هتوفر الكلام دوت كله. حلو. دي اهم مزايا الشغل دوت. ايه بقى العيوب؟ العيوب بتاع الموضوع دوت ان انت اجتماعيا ما بتبقاش يعني مبسوط قوي. انت بتفضل طول اليوم قاعد في المكان اللي انت بتشتغل فيه قدام اللابتوب بتاعك، فدي بتبقى مش احسن حاجه. الحاجه التانية، ممكن الشركه اللي انت كنت تشتغل فيها ديت مش كويسين، يعني ينصبوا عليك في فلوس او يعملوا اي حاجه من الكلام دوت. فانت لازم قبل ما تبدا تشتغل معاهم تدخل على الويب سايت بتاعهم وتشوف الهيستوري بتاعهم وتتاكد ان الشركه دول حد كويس. دي الفكره ببساطه. طيب ايه اهم السكيلز بقى اللي انت محتاج تعرفها علشان تشتغل ريموتلي؟ على حسب بقى الكارير بتاعك، لو انت شغال اندرويد او ويب او اي او اس وات ايفر انت هتشتغل ايه. بس اهم حاجه ان انت تكون عارف احدث التكنولوجيز في الموضوع دوت. يعني سي مثلا لو انت شغال ويب يبقى تكون عارف اخر فيرجن من الانجلر، تكون عارف اخر ابديتس حصلت في الرياكت، وهكذا وهكذا بقى الاندرويد وهكذا الاي او اس. الحاجه التانية المهمه جدا جدا الانجليش، لازم الانجليش بتاعك يكون حلو جدا لان كل التعاملات هناك بتكون بالانجليش طول ما انت شغال. طب ايه اشهر الشركات اللي بتعمل الموضوع ده؟ في شركه مشهوره جدا اسمها كروس اوفر. كروس اوفر دي بتهاير ناس من مختلف دول العالم وبتشتغلوا من البيت. الموقع بتاعهم www.crossover.com، ممكن تدخل وتشوف كل الكلام دوت. انك تشتغل ريموتلي ممكن يكون من احسن القرارات اللي ممكن تاخدها في حياتك، وخصوصا ان الموضوع سهل جدا. هو كل الفكره ان انت هتابلاي على الشغل وهيحصل بروسيس لطيفه جدا من الشركه، وهتاكسبت يا اما هتريجكت. ده كان موضوع حلقه النهارده، وان شاء الله نشوفكم الفيديو الجاي على خير.